المنتخب الوطني المغربي غادي يواجه المنتخب التونسي في ماتش ودي يوم الجمعة في ملعب فاس الكبير مع 9 ديال الليل. المواجهة اللي خدات اهتمام كبير قبل البداية ديالها، خصوصا من خلال التصريحات اللي جاو من الجانب التونسي. اولا فرجاني الساسي لاعب المنتخب التونسي اللي قال في التصريح في بالهم ان هذه المباراة ودية او غير افتتاحية، ولكن غادي يلقاو رجال تونسيين وغادي نقدموا ماتش كبير، وعلاش لا ما نرجعوش بالفوز. هذا التصريح كيبين ان المنتخب التونسي جاي المغرب بعقلية تنافسية وباغي يحقق نتيجة ايجابية حتى في ماتش ودي. ومن جهة اخرى زياد الجزيري مساعد مدرب المنتخب التونسي زاد اكد في التصريح ان المغرب غادي يحاول ينتصر علينا حيت حنا ديما كنربحوهم، واضاف ما كنحضروش بشكل خاص لمواجهه المغرب، ولكن هذا الماتش كيحمل طابع ديربي وغادي يتلعب في ملعب جديد. هذا الكلام كيعكس الثقه اللي كاينه عند الطاقم التقني ديال تونس، وكيوضح انهم كيشوفوا المباراه كفرصه لاثبات الجاهزيه قبل الاستحقاقات الرسميه. ومن خلال هذه التصريحات واضح ان المنتخب التونسي جاي بكل جديه، والماتش رغم انه ودي غادي يكون فيه حماس وتنافس، خصوصا بين منتخبين عندهم تاريخ ديال المواجهات القويه في الماضي. في الاخير كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي، وتكون هذه المباراه فرصه لتقوية الانسجام بين اللاعبين، وأيضا تجريب لاعبين وخطط جديدة قبل الكان.